عايزة اقولك بقى ما تتعملش غير كده، ولو شفتي اي طريقة تانية غير الطريقة دي انصحك ما تجربيهاش. في الاول هنسمي بالله، نصلي على الرسول، ونعمل لايك وشير. ونأول هنعمل الكبدة الاسكندراني، اسهل طريقة ممكن هتعمليها واحلى طعم هتاكليه. في الاول كده جبت كيلو من الكبدة، حطيت معلقة من الكزبرة، معلقة من الكمون، معلقة من البابريكا، معلقة صغيرة من الملح، كمان معلقتين كده من الخل الكبار، نص راس توم مدقوقة، معاها قرن فلفل حامي وبارد خدت نصها، كمان حطيت عصير ليمونة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هسيبلك بقى تطبيق تحفة، تجيبي كل الافكار اللي انا بقدمها لك دي من عليه، اكلات وحلويات ومشروبات بدون انترنت. اول مرة بتحمليه بنت وبعد كده بيبقى موجود معاكي. ما عندكيش نت فهتفتحيه وهتستفادي بيه، حمليه بقى عندك، هسيبهولك في اول تعليق تحت الفيديو. هنا خلاص تبلت الكبده كده، احلى تتبيله ممكن تاكلي بيها الكبده. سيبيها بقى نص ساعه ساعه بالكتير، ومش بنكتر اكتر من كده. بعد كده بقى صينيه كبيره او وok كبير وشويه زيت حلوين كده. ما تقوليش الزيت كتير، لازم الكبده يتحط لها زيت كتير. بعدين بسيبه يسخن خالص، وبعد كده ببتدي انزل بالكبدة، بس مش مرة واحدة زي ما انتوا شايفين كده، بنزل شوية شوية علشان الزيت ما يبردش، تبتدي تنزل السوائل اللي فيها وتبقى بتشد ومش حلوة خالص. فدي احلى طريقة ممكن تعملي بيها الكبدة. زي ما انتوا شايفين كده نزلت كل كمية الكبدة وما قلبتهاش، وزي ما انتوا شايفين بحاول كده على قد ما اقدر ان انا اوسعها على بعضها فكاكه كده من بعض، واسيبها في الطاسة لحد ما تشد كده مع نفسها. دي احلى طريقة ممكن تعملي بيها الكبدة. طبعا انا لسه ما خلصتش الوصفة، هنسيبها بس لما تستوي شوية وبعد كده هنكمل بقية الخطوات بتاعتنا. بس لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش بقى تصلي على النبي في الكومنتات علشان كلنا نكسب ثواب انا وانتم، وكمان تقوليلي من اي بلد بتشوفيني. هنا بقى خلاص الكبده معايا كانت دخلت في السوا. جبت بقى بقيه التوم بتاعي، انا في الاول دقيت نص راس توم مع قرن فلفل حامي وبارد وشويه ملح، وكمان خدت نصها في البدايه زي ما انتوا شفتوه حطيناه على تتبيله الكبده، وخدت النص التاني نزلت بيه على الكبده كده مع قرن فلفل حامي وقرن فلفل رومي، ولو مش بتحبي الفلفل الحامي استبعديه. بعد كده كمان قلبتها بقى بالشكل ده كده لحد بقى ما وصلت معانا للدرجة دي. شايفين اللون ده هو اللون الكبدة المظبوط، ما تغمقيهاش اكتر من كده، اذا غمقتيها اكتر من كده هتشد معاكي ومش هتبقى حلوة وهتحمى على صدركم. بعد كده كمان حطيت لها عصير ليمونة في الاخر كده. كمان بقى ايه، ممكن تديها معلقة خل بتخلي ريحتها تحفة في الاخر برضو. وبكده خلاص خلصنا احلى كبدة اسكندراني، بجد سهلة وبسيطة. وجربي الخطوات دي وانا متأكدة ان انتي هتيجي بعد كده تقوليلي عجبتني. متنسيش بقى تعملي لايك وشير. باي.